أمين يوسف محمد، إجازة في التربية، معلم صرف، ومن 10 سنين مجال الخبرة في مجال ذوي الاحتياجات. مديرة المركز حنين للتخاطب وتنمية مهارات الطفل. أنا بلشت بهذا المجال من عام 2016 لعام 2026. أسست مشروع اسم مركز حنين من 2021. هدفي كان إنساني خيري لمجال الطفولة ولمجال الضغوطات النفسية عند الأهالي وخاصة الأمهات. بلشت بتأسيس المشروع للأطفال ب 21. بنستقبل الأطفال أول الطفل في عندنا مختصين الأخصائيين تربية خاصة بيشرفوا على تقييم الطفل وتشخيص الطفل من كل الحالات. الفئة العمرية نستقبل الأطفال من عمر 2 لعمر 12 سنة، وما بعد حسب الحالات اللي نستقبلها. الأطفال إن جلسات فردية أو حالات بالدمج نستقبل الأطفال. أول ما نستقبل الطفل نقدمه العلاج الكامل بتقييم، نحدد العمر الزمني والعقلي للطفل، وكل طفل نخصصه خطة علاجية حسب قدراته العقلية اللي عند الطفل. نقدم بالعلاج من كل المجالات المعرفية، مجالات التواصل الاجتماعي، التواصل البصري، الاستقلالية، العناية بالذات، من كل ما يكون مهيئ للطفل تأسيس لشخصيته لقدراته العقلية. الحالات اللي نستقبلها بالمركز حنين طبعا حددنا الفئة العمرية، الحالات الإعاقات السمعية، حالات الداون، طيف توحد، تأخر ذهني، صعوبات تعلم، تأخر نمائي. وطبعا كل طفل إنه حسب حالته بالفئة العمرية. نبلش من قسم التدخل المبكر، تدخل مبكر الفئة العمرية المناسبة، والحالات الثانية كل قاعة مهيئة للطفل حسب القدرات. طبعا وصل لمرحلة الأكاديمي، بالمرحلة الأكاديمي التدخل المبكر، الفئة العمرية الحالات المشابهة لبعض، بإشراف الأخصائي ويشرف على الخطط العلاجية، وبتأهيل الكادر المختص. طبعا بالإشراف تأهيل كادر مختص كيفية المعاملة مع الطفل، يوصل الطفل لاستجابة، للإدراك، لتنظيم حياته اليومية. بالنسبة للحالات نستقبل من كافة المناطق، إن كان من الدول الأوروبية، من لبنان، من كردستان، من المنطقة، من الأرياف، نستقبل كل الحالات ونقدم كل طفل حسب وضعه وحالته. بالنسبة للأهالي نرجع لكمية الأهالي، يكون بشهريا عندنا اجتماع شهري، وعندنا تقييم شهري وتقرير أسبوعي لكل طفل. وما إنه اجتماع الشهري اللي من قبل الأهالي نخصص لهم يوم بالشهر أو بقية الأيام، يكون هاي الخطة العلاجية نشرحها للأهل حسب التقييم اللي عندهم وحسب المهارات اللي عند الطفل، نوصل نتيجة للطفل إنه كيف حقق الهدف. يعني بقدر الإمكان أركز كتير على التأهيل المنزلي للأم وللأهالي، للعائلة كلها مساعدين لهذا الطفل، يوصلوا لنتيجة أنه الطفل يدمج عن تجربة أو بشكل طبيعي للمجتمع، يشوف حياته الطبيعية بكل هي. بالنسبة للمركز، أنه أول ما أسسته هدفي خيري إنساني للأطفال، بس إنه كشخصياً وكمساعدة الأخصائي والكادر عم نساعد الأطفال. يعني الدعم للأطفال بشكل مثلاً إنه شهري أو بشكل سنوي، ما عم يجينا أي دعم من أي منظمات ولا أي جهات معينة. نحن نخصص لأنه الأطفال ذوي الاحتياجات خاصة بدهم رعاية خاصة، بدهم وقت طويل للعلاج، بدهم كل شيء مهيئ لهم. يكون حتى في عندنا مثلا الوسائل التعليمية مخصصة لهم، التأهيل مخصص لهم، مو مثل أي طفل عادي. وبقدر الإمكان باسم إدارة مركز حنين وبالكادر اللي عندي ما رح نقصر مع أي حدا، وحابة أوجه إنه اللي بدي إياه إنه يكون توعية بين المجتمع، ونحن كمركز جاهزين لتقديم التوعية والجلسات التوعية مجانية لكافة المجتمع، من خاصة الأمهات والآباء، كل نحن بخدمة المجتمع.